السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ نصيحة عن المحشي. لما نيجي نشتري الكرنبة، من الخطوات الصحيحة لتنقية الكرنبة ان هي تكون ورقها مفرود مش متني. ورقها مفرود مش متني. ليه؟ لان الورق المتني معناه ان هي بايته يوم واتنين وفقدت المية اللي فيها، فالورق بدأ يتني. واضح كده؟ فالطعم بيختلف لما بنيجي نعملها. طيب، تاني نصيحة في شراء الكرنب هي ان هي تكون مليانة كويس جدا ورق، بس مش مطبلة، يعني مش مكتومة. مش مكتومة. ليه مش مكتومة؟ علشان لما اجي افككها من بعضها الورق ما يتقطعش ويتهري مني. طيب، وفي نفس الوقت مش فاضية. طيب يعني ايه؟ يعني مش معرشة. يعني ايه معرشة؟ يعني ما فيهاش ورق من جوه. لما تخبطي عليها وتلاقيها فاضية وعمالة تهوى منك كده، يبقى هي فاضية ومعرشة، مش فيها ورق من جوه. طيب، تاني نصيحة بقى لما نيجي نعمل الخلطة، وانت بتدبلي البصلة على النار، نكهيها. يعني ايه نكهيها؟ حط البهارات تطلع الزيوت العطرية معاها، وكمان نكهيها بالشبت والبقدونس والكزبرة، واديهم تشويحة مع البصلة، هيودوا الطعم في حتة تانية جدا. البهارات الأصلية للمحشي هي الكزبرة، الجنزبيل، الزعتر، النعناع، الكمون، حبة من الفلفل الأسود. دي البهارات. طب افرض انت عايزة تضيفي بهارات تانية، ضيفي 7 بهارات، تضيفي كبابة صيني، تضيفي جوز الطيب، تضيفي اي بهارات انت عايزاها بعد الأساسية دي براحتك. واضح كده؟ طيب، لما نيجي بقى نسقي المحشي، ما نضيفش ميه كتير، لان الرزايه شربت من الخلطه كويس. فمعنى ان هي شربت من الخلطه وانت بتقلبي الرز في الخلطه، معناها انها شربت جزء من السوائل. فلما تيجي بقى تسقيها، حطي بس كوبايه شوربه. ده وانا بتكلم على محشي الكرنب. حطي كوبايه شوربه على معلقتين صلصه من التسبيكه اللي انت عملتيها، واسقي المحشي. هتاكلي محشي ولا اروع من كده. كنت معاكم انا زهره في فيديو جديد من وصفاتنا السهله والسريعه. ما تنسوش تدعموا لي القناه وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.